يوم 20 نوفمبر سنة 1979 اتفاجئ العالم بناس ادعوا ان المهدي المنتظر ظهر وسيطروا على الحرم المكي بالكامل، وده كان في عهد الملك خالد بن عبد العزيز. واللي حصل هز العالم الإسلامي كله وقتها. اسمه جهيمان العتيبي، كان رقيب في الحرس الوطني السعودي لمدة 18 سنة كاملين، وكان قائد عملية الاستيلاء على الحرم المكي. برر جهيمان هجومه باعتباره نصرة للمهدي المنتظر اللي هينشر في الأرض العدل بعد الظلم والفجور اللي موجود ومنتشر فيها. يوم 1 محرم 1400 هجريا وقف جهيمان العتيبي وجنبه واحد اسمه محمد عبد الله القحطاني، واللي بالمناسبة كان نسيبه ومتجوز أخته. وقف قدام المصلين علشان يقول لهم إن المهدي المنتظر ظهر، وطلب منهم مبايعة محمد القحطاني باعتباره إنه المهدي. والناس فضلت تبص لبعض في ذهول ومش مصدقين اللي بيحصل. وكان معاهم 200 واحد تابعين ليهم، واللي اتعرف بعد كده إنهم من 12 دولة مختلفة. فطلعوا الأسلحة اللي كانوا خافينها في توابيت دخلوها الحرم قبل الصلاة باعتبار انها فيها ميتين وهيتصلى عليهم. بس الحقيقة ان التوابيت كانت متعبية اسلحة وذخيرة كتير وكأنهم داخلين حرب. المسلحين قفلوا كل ابواب ومنافذ الحرم وتحصنوا جوه الحرم، وفي مجموعة من المصلين قدروا انهم يهربوا، لكن الباقي واللي كان عددهم 100,000 فضلوا في الحرم واضطروا انهم يبايعوا محمد عبد الله القحطاني باعتباره المهدي المنتظر، وإلا هيتقتلوا لو ما عملوش كده. في البداية اتقتل واحد من الحراس في الحرم على يد واحد من المسلحين، وده كان انتهاك واضح وصريح لحرمة البيت الحرام. جهيمان قال خطبة طويلة عن طريق مآذن الحرم، والخطبة دي بعد كده تم بثها في الإذاعات العربية والعالمية، واللي كانت محتواها انه بيتهم الأسرة الحاكمة السعودية وبيتكلم عن الفساد اللي انتشر في الأرض، ودعا أهل مكة كلهم والقوات المسلحة الخاصة إنهم يتوبوا وينضموا للمسلحين ويبايعوا المهدي. الحكومة السعودية ما كانتش قدامها غير إنها تدخل أسلحة جوه الحرم المكي عشان تنهي الحصار، وجمعوا 32 صوت من كبار علماء المسلمين لوجوب استخدام القوة ضد حركة جهيمان داخل الحرم. الساعة 10 الصبح يوم الثلاث 14 محرم 1400 هجريا، وبعد ما مر اسبوعين على الحصار بدأ الهجوم وفضل مستمر لحد بالليل. وقدرت القوات السعودية من تحرير الرهائن بعد معركة قتل فيها 28 واحد من المسلحين و17 جريح من قوات الأمن والمصلين، وخرجوا الباقي من الحرم وكان منهم جهيمان العتيبي، واتقتل محمد بن عبد الله القحطاني. اتحكم على كل اللي شاركوا بالإعدام يوم الأربع 21 صفر سنة 1400 هجريا. بعد ما قسموهم لأربع مجموعات اتعدم أفرادها في ساحات 4 مدن رئيسية في البلاد قدام الناس كلها.